الحب من طرف واحد. هنتكلم عن مشاعر كلنا تقريبا عشناها في يوم من الأيام. الحب من طرف واحد. الحب اللي بتحس فيه بكل حاجة بس لوحدك. المشاعر اللي بتجمع بين الفرح والحزن في نفس الوقت. ممكن يبقى شوية مؤلم، لكنه في نفس الوقت بيدل على جمال مشاعرنا كبشر. تعالوا نعرف ليه بنعيش المشاعر دي ونعمل ايه لو وقعنا فيها. طيب خلونا كده نتفق الأول، يعني ايه حب من طرف واحد؟ عارف الإحساس لما تبقى شايف شخص معين إنه كل حاجة، كل كلمة بيقولها ليها معنى، كل حركة بيعملها بتأثر فيك، ومع ذلك هو مش واخد باله منك. مش شرط يكون بيتجاهلك عن عمد، لكنه ببساطة مش شايل أي مشاعر ليك. الحب من طرف واحد هو إنك تبقى شايل مشاعر حقيقية، لكن الطرف التاني مش بيبادلك نفس الشعور. ليه بنقع في الحب من طرف واحد؟ الموضوع ده ليه أسباب كتير. الموضوع بيبقى إننا بنحب التحدي، أو إننا بنلاقي نفسنا متعلقين بشخص صعب الوصول إليه. السؤال هنا، الحب من طرف واحد حب حقيقي؟ الحب من طرف واحد مش دايما وهم، لكنه حب ناقص. الحب الحقيقي هو اللي بين اتنين، هو اللي فيه تبادل في المشاعر، مشاركة وتقدير. لما تبقى مشاعرك لوحدها بتبقى زي شجرة من غير جذور، جميلة لكنها ما تقدرش تعيش كتير. طيب عرفتوا انكم بتحبوا من طرف واحد، ايه الخطوة الجاية؟ هل هتحاولوا تقربوا اكتر؟ ولا هتحاولوا تخرجوا من العلاقة دي وتحافظوا على مشاعركم وكرامتكم؟ خلونا اقول لكم، كل حالة ليها تفاصيلها. لو الشخص ده فعلا مهم ليك وممكن يبقى فيه فرصة انه يحس بمشاعرك، يبقى مفيش مشكلة انك تحاول بكل شجاعة تعبر عن مشاعرك وتقوله. لكن لو واضح انه مش مهتم او مش هيفكر فيك بنفس الطريقة، فالافضل انك تتراجع وتحافظ على نفسك. ما تضيعش وقتك في مشاعر مش راجعة ليك بنفس القوة. الحب من طرف واحد مؤلم؟ أكيد مؤلم، بس هو كمان بيعلمنا حاجات كتير. بيعلمنا يعني ايه حب، وقد ايه مشاعر الحب أجمل مشاعر على وجه الأرض، وبيعرفنا قيمتنا. أهم حاجة إنك ما تحسش إنك ضعيف أو إن اللي حصل ده عيب فيك. كل واحد فينا يستحق الحب، الحب اللي يملأ قلبه بالسعادة مش بالوجع. إزاي نتعامل مع المشاعر دي؟ الأهم إنك تحترم مشاعرك وما تكرههاش. ما تقولش لنفسك إنك ضعيف، بالعكس ده دليل إنك شخص حساس وعندك قدرة على الحب. لكن كمان لازم تبقى عارف إمتى توقف وتقول كفاية. ما تضيعش كرامتك أو وقتك في مكان ما فيهوش تقدير. وفي النهاية الحب مش غلطة حتى لو من طرف واحد، لكن أهم حاجة إنك تتعلم منه وتعرف قيمتك كويس. ما تزعلش لو اللي بتحبه مش بيبادلك نفس الشعور. افتكروا دايما إن الحب مش عاطفة فقط، الحب قيمة. الحب تجربة جميلة حتى لو كان من طرف واحد. المهم
إننا نتعلم منه ونخرج منه أقوى، مش مقصورين. الحب مش نهاية العالم، بالعكس، الحب بداية لكل حاجة حلوة في العالم. اللي بيحب بجد عمره ما هيبقى ضعيف. أشوفكم في حلقة جديدة من مبادئ حب.